السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، ومساءكم زي العسل وبزيادة. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل الناس وأنتوا حبايبي. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. حلقتنا النهاردة في السلاكة في موقف حصل معايا، ودايما يا جماعة المواقف دي هي اللي بتعلمك في الغية. المواقف هي اللي بتعلمك. النهارده التربو مهما يشرح لك ومهما يقول لك، صدقني والله العظيم ثلاثة، أكبر مدرسة تعلمك الحمام هو الحمام. اكبر حاجه تعلمك هو الحمام، ومن الغلطات اللي انت بتغلطها او المواقف اللي بتقع فيها هي دي اللي بتعلمك. يعني انا مثلا كان في يوم كده كان عندي 13 سنه تقريبا 12 سنه، فنزلت سوق الحمام، فاشتريت زغلولتين مساويد من راجل شيخ كويس، شيخ وزبيبه صاله والدنيا حلوه معاه يعني. فاشتريت منه زغلولتين مساويد. الزغلولتين دول يا جماعه كانوا واكلين وحصلتهم مليانه كده، بس واكلين فول، بس واكلين فول. فاخدت الزغلولتين، كنت مشتريهم حوالي بتاع 150 جنيه ساعتها. خدت الزغلولتين روحت بيهم البيت. المهم حطيت اكل للزغاليل. تاني يوم ما رضتش تاكل، الزغاليل تشرب ومش عاوزه تاكل. اليوم التالت احط لهم الاكل مش عاوزين ياكلوا، وبرده مازال الفول اللي انا كنت مشتريهم واكلينه موجود فيه. فاخدت الزغلولتين دول ورحت راجل كويس غاوي، كنت صغير، فرحت راجل كويس قلت له الزغلولتين دول انا مشتريهم بقالي 3 ايام فمش عاوزين اللي هم ياكلوا. فالراجل فتح بق الحمامه وشمها، لقى الزغلول طالع من بقه ساعتها ريحه عفونه وريحه وحشه. فقال لي الزغاليل دي تعبانه وعندها كانكر. طبعا انا مش فاهم يعني ايه كانكر وبنجر والكلام ده، كنت لسه صغير. قلت له طب اعمل معاهم ايه؟ قال لي اديهم اديهم خل في الميه. حط لهم خل في الميه. المهم حطيتهم خل، ما خلش الزغاليل ماتت. طيب دي علمتني ايه؟ علمتني ان انا لما انزل اشتري زغلول من السوق والاقيه واكل فول جامد ما اشتريهوش. ليه بقى؟ لان الزغلول ده اللي مأكله الفول هو صاحبه، رغم ان هو كان راجل شيخ وكويس وعلامه صلاه وعارف ربنا المفروض، ولكن ساعتها ما رعاش ربنا فيا وانا شاب صغير. وعشان كده انا النهارده بعلمك وبفيدك. فدي علمتني ان انا لما انزل اشتري زغلول حتى من السوق وانا صغير، لو لقيت زغلول حصلته مليانه فول ما اشتريهوش. لقيت زغلول وانا بمسكه من على السبت قاعد لي كده كسلان ما اشتريهوش. امسك الزغلول وانا بشتريه افتح بقه واشمها. يبقى دي علمتني. في موقف تاني حصل معايا، كان اخويا بيفرخ تحت فكان طالب مني دكر قشر بندق. الكلام ده كان في 2006 2007. فنزلت جبت له دكر برضه من السوق قشر بندق، دكر كويس. فاخدنا الدكر دخلنا الاوضه اللي بنفرخ فيها، فبنسيب الدكر وقع على الارض، طلع جناحه ما بيرفرفش، عامل لي كده مكتوف مجدول ما تعرفش عنده ايه. فاستغربت قلت له ده انا مقلبه كويس وبتاع. قال لي لا ده جناحه مكسور. المهم دي علمتني حاجه تانيه، ان انا لما برضه بروح اشتري فرد حمام وبعد ما اقلبه بشوف عينه واشوف تكوينه واشوف جناحه واشوف رجله واشوف كل حاجه فيه، هشتري فرد الحمام خلاص. دي علمتني اعمل ايه بقى فيه. اقوم جاي ماسك فرد الحمام كده، انا قلبتك خلاص قلبتك، اقوم جاي ماسك فرد الحمام كده ومخليه يرفرف. ليه؟ عشان اتاكد ان جناحه الاتنين سلام. دي علمتني. في مره تانية كنت مشتري نتايه، كانت نتايه خليليه. النتايه ديت لما جيت هنا جيت احطها في الباب لقيتها بصباعين بس في رجليها، الصباعين التانيين مقطوعين، الصباعين التانيين مش موجودين مقطوعين، تمام؟ فما شفتهاش غير لما جيت البيت. طبعا كل ده كنت انا صغير، كل ده كنت صغير. بعد كده لما اروح اشتري حمام بقيت افتح البق واشمه وابص على الرجلين صوابعها سليمه ولا مش سليم فرد الحمام، وامسك جناح اشوفه بيرفرف ولا لا. فالنهارده انا بقول لك السلبيات اللي بتحصل معاك في الغيه او المواقف هي اللي بتعلمك. طب انت النهارده جاي تقول لنا ايه يا عم ابو حازم؟ فين الزغلول السبربيه اللي اخوه مات من الكنكر؟ الزغلول ده انا ببص دلوقتي على ال3 زغاليل والحضان بيزقهم. تعالوا كده معايا عشان تبقوا برضو معايا في الصوره. بصوا لو ركزنا كده اهو، بصوا زغلولتين بس اللي طالعين بره اهم، 2 دول اللي هم الطراطير. طب الزغلول التاني فين يا ابو الترابيب؟ الزغلول التاني ما طلعش، الزغلول التاني مش عاوز يطلع من جوه يا جماعه. اهو السبربيه اهو، بصوا اهو، هو فايق وزي الفل. ولو انا ما لحقتهوش الزغلول ده هيروح مننا.
طب الزغلول ده عنده ايه يا ابو حازم؟ ده عنده فطريات. فطريات بسبب الكنكر اللي عنده، ما بيصرفش الكلفه. شوف الموقف اللي حصل معايا وانا عندي 12 سنه النهارده. الموقف ده خلاني اعرف اشخص زغلول. تمام. طب الزغلول ده بقى هنروح نبص عليه كده. تعالى بصوا، هو ما شاء الله عليه اهو. بس الزغلول لو بصينا كده من تحت يا جماعه، الغاوي طبعا هيعرف الكلام ده. بصوا الزغلول مسيف، العظمه باينه اهي، مسيف. ولما ببص لحصلته يا جماعه، حصلته فيها اكل، بس انا مش عارف اجيبها عشان بصور دلوقتي. هحاول اظهرها لك شويه اهي. شايفين حصلته فيها اكل، فيها كلفه. والكلفه دي مالناش دعوه بالدبانه دي، لسه زغاليل. ها، عشان ما حدش يقول لك الدبانه دي لسه زغاليل. الكلفه دي يا جماعه ذره صفراء. الكلفه دي اللي موجوده عنده ذره صفراء. طب انا مانع الذره الصفراء. يعني لو رحنا بصينا للكلفه وريتها لكم امبارح، انا منعت الذره الصفراء. وخليك معايا عشان الفيديو ده هيفيدك بجد. تمام. طيب ده دلوقتي كلف ذره صفراء. جت منين دي؟ مش كنا قاعدين بنتكلموا انا وانتوا لوحدينا؟ يا حاجه فيها حاجه. المهم اللي موجود الذره صفراء. طب انا مانع منه الذره الصفراء. انت عارف الذره الصفراء دي بقى لها في حصلته كام يوم؟ بقى لها كام يوم؟ عشان انا امبارح هاتله شويه عويجه وكان بسلايه بايدي. انا في حصلته دلوقتي ولا في عويجه، ثواني اقفل الباب ده بس. ولا في عويجه يا جماعه ولا في بسله. اللي موجود في حصلته دلوقتي ذره صفراء. الذره الصفراء دي فيها فطريات، ودي كانت سبب الكنكر. النهارده انا منعت الذره الصفراء عشان انا جيت في فيديو قبل كده وقلت لكم معيار الكلفه عويجه وصفراء وبسله، عويجه وصفراء وفول. النهارده انا الذره الصفراء عامله معايا مشاكل، والذره الصفراء يا جماعه عامله مشاكل مع غواي كتير قوي. فطالع اقول لك ايه؟ امنع الذره الصفراء. امنع الذره الصفراء. اشتغل فول بسله، فول وبسله وعويجه. اشتغل فول وبسله وعويجه. طب اشمعنى الذره الصفراء يا ابو حازم هي اللي عامله مشكله دلوقتي؟ حضرتك الحاجه الوحيده اللي بتضربها السوسه في العلب بتاعنا ده والكلفه بتاعتنا هي الذره الصفراء. السوسه بتروح تضرب الحته المشوكه اللي من فوق البيضه دي، لان هي دي اللي فيها النشويات والسكريات والحاجات اللي بتحبها السوس والكلام ده. فطبعا الناس اللي بتخزن الكلفه دي بتبدرها او بتضرب كبسول عشان تحافظ عليها من السوس، فبيضر فرد الحمام. بيضر فرد الحمام. هو عشان يحافظ على الكلفه بتاعته وما تسوس بيبعتها لك مسممه. فانا النهارده بقول لك امنع الذره الصفراء من الحمام. فيها مشاكل كتير والله، فيها مشاكل كتير. انا قدام منك وريتك اهو. طيب هتتعامل ازاي مع الزغلول اللي زي ده؟ انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. مطلوب مني دلوقتي اول حاجه اعملها، انا طبعا عديت له فلاجيل يومين. تمام. بس في حاجه، الفلاجيل مش هيصرف الكلفه. الفلاجيل هينظف المعده من جوه، هيشيل الفطريات والطفيليات اللي موجوده وهيعالجها، ولكن مش هيصرف الكلفه اللي موجوده. فعملت ايه؟ عندي طبعا يا جماعه انا هنا في الكيسه دي اهي. الكيسه دي فيها كربوناتو. كربوناتو اللي هي بتاعت الفلافل وبتاعت الاكل. تمام. دي افضل حاجه انا اشتغلت بيها لو فرد الحمام ما بيصرفش او ما بيهدمش. الكربوناتو دي بعمل ايه بقى حضرتك؟ بفتح الكيسه اهي قدام حضرتك اهو، الكربوناتو اهو باين معانا. بفتح الكيسه وباخد شويه كده اهو، بص اهو، شويه كده اهو، بص اهو. تمام. وبديهم لفرد الحمام في البق مباشر. شويه الكربوناتو دول بديهم لفرد الحمام في البق مباشر لو ما بيصرفش. فانا دلوقتي اعطيت الزغلول ده شويه كربوناتو في بقه واعطيت له شويه ميه علشان يصرف الكلفه اللي عنده دي من جوه. يصرف الكلفه وادي له بقى مطهر معوي، مضاد طفيليات، مضاد فطريات، اعالج من جوه تاني. لكن اهم حاجه المشكله اللي عندي دلوقتي اللي انا عاوز الزغلول ده يصرف. فلو حصل معاك الموقف فتعرف تتصرف ازاي. عندنا حاجه تانيه النهارده، زغلول كبير وزغلول صغير بتحصل معاكم كتير. تعالوا برضو معايا هوريكم دلوقتي كل حاجه عملي. ده دلوقتي قص بنفسجي، دول قص بنفسجيات انا محضن حصاهم تحت زواجل خلاص، علشان هما ما بيزقوش جامد، يعني بيقوموا لي زغلول.
التاني ما بيقومهوش، وحطيت زغلولتين زواجل تحت منهم. تمام، ده زغلول اهو، هجيبه لكم اهو. بصوا يا جماعه، ده زغلول اهو. بصوا الزغلول قد ايه، بصوا قد ايه. ادي الزغلول، هما اتنين. طب فين اخوه ابو الترابيب؟ اخوه اهو. بص اخوه فين اهو، ده اخوه. بص بقى هنا لو بصينا، بص هتلاقي واحد كبير قوي واحد صغير قوي، ده واكل والصغير مش واكل. هنا الزغلول ده مش هيكمل معايا رسمي نظمي فهمي، مش هيكمل الا واذا انا اهتميت بيه وعرفت اتعامل معاهم. فعملت ايه بقى؟ باخد الزغلول ده، فوزيه ارجعي ورا، فوزيه الزغاليل. باخد الزغلول الكبير وقت ما باجي اكلي في الحمام وبحطه في كرتونه زي دي اهي مع زغلول تاني. على فكره الزغلول الزاجل التاني ده برضو كبير مع زغلول صغير، انا شايل الكبار اهم، الاتنين دول كبار عن اخواتهم. وباخد الزغلول ده بحطه عندي القص وقت الكلفه اهو، بحطه عند القص وقت الكلفه. بعد ما بحط كلفتي واظبط حالي والدنيا تبقى تمام التمام والزغلول اكل، برجع اخد الزغلول الكبير احطه معاهم. يبقى انا كده بعالج مشكله زغلول كبير وزغلول صغير. خلاص يا رجاله، دي حلقتنا النهارده. طبعا بصوا القص بيزق الزغلولتين وانا هشتغل مع الزغلول الثالث. ودي حلقتنا النهارده اخواتي وحبايبي، ورب تكونوا استفدتوا. ومفيش مشكله انك تغلط وتسال وتقول التجربه اللي حصلت معاك عشان غيرك يستفيد. يعني انا امبارح بقول في الفيديو بتاع الزغاليل فوق، يا جماعه دول ماتوا اتفضل 6، ال 13 اللي طلعوا اتفضل منهم 6. اتعمل لي لايف واتعمل لي فيديو واتعمل لي بس من بعض الاشخاص. تمام، يقول لك في ناس طلعت زغاليل وماتوا واتفضل 6 واحتمال يبقوا 5. يا عم لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. يعني واللهم لا شماتة، الشماتة وحشة، الشماتة وحشة والله. الشماتة ما اتعملتش للرجالة. ليه نشمت في بعض؟ ليه ما نقولش يا عم الله يبارك لك في حاجتك، ربنا يعوضك خير. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ولكن للأسف الأصفر يا جماعة هيفضل أصفر، عمره ما هيبقى أبيض أبدا أبدا أبدا. وانتظرونا في اللي جاي، عشان اللي جاي طلقة حي. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل الناس، والتربو من مكانكم بيمسي عليكم يا أجدع ناس. وحب الناس حطها ما بين قوسين كنز يا ناس. السلام عليكم.